يعد البروتين من أكثر العناصر الغذائية الأساسية عند اتباع حمية غذائية، ولكن هل تعلم أنه قد يسبب لغز ثبات الوزن وأنت لا تعلم؟ لفهم ذلك بشكل أعمق يجب النظر إلى عدة عوامل، وبعدها نتحدث عن سر كسر ثبات الوزن، لأن جسمك ذكي وأنت لا تعرف أن تتعامل معه. إذا كنت قد وصلت إلى نقطة الجمود هذه لا تقلق، فهناك استراتيجيات ذكية ومفاجئة، لكن قبل ذلك أضع لنا إعجابا واشترك، لأن قناتنا صغيرة ونحتاج دعمكم بهذه الطرق. البروتين عنصر غذائي حاله حال الكربوهيدرات من حيث السعرات الحرارية. يلجأ البعض من المبتدئين إلى زيادة مبالغ فيها من أكل أطعمة البروتين، أي بمعنى أنه يقوم بتقليل الكربوهيدرات والدهون في نظامه الغذائي واستبدالها بالبروتين، حيث إن غراما واحدا من البروتين يعادل 4 سعرات حرارية. مثال على ذلك: أقوم بتقليل الرغيف من رغيف كامل إلى نصف رغيف، أي أنني حذفت 100 سعر حراري واستبدلتها بمصدر بروتين بهذه السعرات. هنا يأتي دور ثبات الوزن الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا، حيث إن تناولت كمية بروتين كبيرة مع الحفاظ على استهلاك كميات كافية من الكربوهيدرات والدهون أو استبدالها، قد لا تكون في عجز حراري، أي لا تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم، وبالتالي يظل وزنك ثابتا. بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال، فإن الجسم يبدأ في بناء عضلات جديدة أو الحفاظ على العضلات الموجودة. العضلات تزن أكثر من الدهون، لذلك قد لا ترى انخفاضا في الوزن على الميزان حتى لو كان جسمك يخسر الدهون. ثانيا، احتباس السوائل. البروتين يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم. هذا يمكن أن يحدث لعدة أسباب. زيادة البروتين في النظام الغذائي قد تؤدي إلى زيادة إفراز اليوريا من الجسم، مما يسبب زيادة احتباس الماء. تناول البروتين بكميات كبيرة قد يزيد من احتباس الماء في الأنسجة العضلية نفسها، وهي عملية معروفة بأنها تساعد العضلات في التعافي. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بثقل أو ثبات الوزن على الميزان، حتى إذا كنت تفقد الدهون. ثالثاً، التكيف مع التغيير في النظام الغذائي. عندما يبدأ الشخص في زيادة تناول البروتين في نظامه الغذائي، قد يحتاج الجسم إلى بعض الوقت للتكيف مع هذا التغيير. خلال هذه الفترة قد يحدث ثبات في الوزن، خاصة إذا كانت كمية البروتين جديدة بالنسبة للجسم. ما يحدث؟ الجسم يبدأ في زيادة معدل الأيض وتعديل عملية الهضم، مما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في فقدان الوزن قبل أن يبدأ الجسم في التخلص من الدهون بشكل أكثر فعالية. ما هي طرق تجنب ثبات الوزن؟ 1. التوازن بين المغذيات الكبرى. على الرغم من أهمية البروتين في عملية فقدان الوزن، إلا أن التوازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون هو المفتاح الأساسي لتحقيق نتائج فعالة، حيث لا يجب تفضيل عنصر غذائي على آخر. يجب أن يقسم الصحن إلى كربوهيدرات بلس دهون صحية بلس بروتين. تناول البروتين بشكل زائد قد يؤدي إلى اكتساب سعرات حرارية أكثر من اللازم. يفضل تقليل الكربوهيدرات المكررة مثل السكر الأبيض والمخبوزات الصناعية. اختيار دهون صحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة من زيت الزيتون والأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأسماك. مراقبة حجم الحصص. في غالب الأوقات نقوم باستهلاك كمية أكبر من البروتين دون أن ندرك، وهذا بالتأكيد يؤدي بنا إلى زيادة سعراتنا اليومية وخروجها عن احتياجنا اليومي، وهو الهدف. يجب مراقبة حجم الوجبات والتأكد من أن الكمية توازي احتياجات الجسم فقط. 3. زيادة النشاط البدني. إضافة تمارين الكارديو إلى روتينك مثل الجري أو الركض يمكن أن تساعد في تحفيز الجسم لحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحقيق نقص في الوزن. الجمع بين تمارين المقاومة والكارديو سيعزز بشكل كبير من عملية فقدان الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية. 4. اتبع تقدمك من خلال عدة مقاييس مثل قياسات الخصر وباقي أجزاء الجسم، وكذلك من خلال الملابس. بعض الأشخاص يعتمدون على الميزان فقط لقياس تقدمهم في فقدان الوزن، لكن هذا قد يكون مضللا عندما يكتسبون عضلات. من الأفضل استخدام مقياس نسبة الدهون في الجسم أو متابعة قياسات الجسم باستخدام شريط القياس. هذا سيوفر صورة أدق لتقدمك. كيف يمكن تناول البروتين بشكل صحيح؟ الوجبات المتوازنة. تأكد من تناول البروتين في جميع الوجبات الرئيسية، الفطور، الغداء، العشاء، مع دمجه مع الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف.
وهذا لا يعني أن تقوم بإدخال كمية كبيرة على حساب باقي المغذيات. اختيار المصادر الصحية للبروتين: تجنب اللحوم المعالجة والمصنعة، وركز على المصادر الطبيعية مثل الأسماك، الدواجن، البيض، والبقوليات. الحد من البروتين المكمل: بينما يمكن أن تكون المكملات البروتينية مفيدة في بعض الحالات، فمن الأفضل الحصول على البروتين من الأطعمة الطبيعية لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأخرى. ملخص ما ذكر: البروتين عنصر غذائي مهم وأساسي، ولكن لا يمكن الإفراط به على حساب باقي المغذيات، لأنه في النهاية العجز اليومي للسعرات هو الذي يحدد نزول وزنك. والآن إليك السر في كسر ثبات الوزن. مفاجأة الأيض، أو ما يعرف بميتابوليك شوك، هي استراتيجية تهدف إلى تحفيز عملية الأيض، التمثيل الغذائي، عندما يتباطأ الجسم في حرق السعرات الحرارية نتيجة للالتزام بنفس النظام الغذائي لفترة طويلة. عندما يتكيف الجسم مع مستوى معين من السعرات الحرارية، قد تتوقف عملية فقدان الوزن، ويصبح من الصعب الاستمرار في النزول. كيف تعمل مفاجأة الأيض؟ من خلال تغيرات مفاجئة تطرأ على نظامك الغذائي أو الروتين الرياضي. بعض الطرق لتحقيق ذلك تشمل: ستتفاجأ أنت أيضا. الأولى: تناول وجبة غنية بالسعرات الحرارية. يعرف هذا أيضا بيوم الوجبة الحرة أو إعادة تعبئة السعرات. تساعد هذه الطريقة في رفع هرمونات معينة مثل هرمون الليبتين الذي يعزز حرق الدهون، ليس فقط ليوم واحد برفع السعرات، فبعض الأشخاص يمكنهم رفع سعراتهم إلى مدة تصل إلى حوالي الأسبوع، وبعدها ارجع إلى وضعك وخطتك. ثانياً: تغيير الروتين الغذائي. بدلاً من الالتزام بنفس كمية السعرات يومياً، يمكن استخدام تدوير السعرات الحرارية، وهو استهلاك كميات متفاوتة من السعرات على مدار الأسبوع، مثلاً يوم بسعرات أعلى يتبعه يوم بسعرات أقل. التنويع الثالث للتمارين الرياضية: إضافة أنواع جديدة من التمارين أو زيادة شدة التمارين يمكن أن يساعد في تنشيط الأيض، مثل دمج تمارين المقاومة أو التمارين عالية الكثافة HIIT. هذه الآلية وضعت للأشخاص المرتبطين بأنظمة غذائية لتجنب التكيف الأيضي الذي يحدث مع الحميات طويلة الأمد. هذه الاستراتيجية تحتاج إلى تطبيقها بحذر لتجنب الإفراط في تناول السعرات أو الشعور بالإرهاق، لذلك من الأفضل اتباع خطة مدروسة بالتعاون مع أخصائي تغذية أو مدرب معتمد. وهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إلى اللقاء.